اخباركم بلا ان دوله اوروبيه جديده فتحت الابواب ديالها للمغاربه اللي دابا نايض لهم مشاكل في اسبانيا. كيف كتعرفوا الخوت، دوله اوروبيه جديده اليوم اعلنت على انها غادا تفتح الاوراق للمغاربه اللي كاينه في اوروبا كاملين. اي واحد مثلا عايش في اسبانيا ولا عايش في اوروبا كامله حتى هو غادي ان شاء الله يصايب وراقيه ماشي في اسبانيا، في هذه الدوله هذه اللي غنقولها لكم دابا شويه الخوت. هذه الدوله هذه اللي هي ديجا كانت فاتحه الوراق، ولكن وقعوا مشاكل وحيدت الوراق للناس وما بقاش كتفتح الوراق للناس. ولكن دابا من ولا هذا الوضع هذا الخوت هنايا في اسبانيا ولاو المشاكل هنا في اسبانيا كتحاول انها تسد على الناس، ما تبقاش تعطيهم الوراق، ما تبقاش غادا معاهم بهذاك الوتيره ديال الناس باش تسهل عليهم ويديروا وراق. كاينه دوله اوروبيه اخرى كتحاول تهضر مع الاتحاد الاوروبي باش تاخذ هذيك المستحقات وهذيك الفلوس اللي كتاخذهم اسبانيا على المهاجرين تولي تاخذهم هي وتصايب لهم الاوراق ديالهم وتريقل لهم المسائل ديالهم ويبقاو ساكنين عندها الخوت. هاد الدوله الخوت عطات في البرلمان ديالها واحد المشاوره يلاه كيتشاوروا عليها باش يحاولوا انهم يفتحوا الاوراق، واش يفتحوا الاوراق ولا ما يفتحوش المهاجرين الخوت. كيف كنعرفوا ايطاليا من احسن الدول اللي كتعايش مع الشعب العربي بصفه عامه وكيبغي عايشين فيها بزاف ديال الشعوب العربيه الخوت منهم مغاربه، ولهذا دخلت على الخط وحاولوا انهم يهضروا مع الاتحاد الاوروبي الخوت باش يسويوا وضعيه المهاجرين وباش يمشيو في الطريق اللي غادا فيه اسبانيا. الا مشات حبست اسبانيا على المهاجرين غادا اوتوماتيكمون الاتحاد الاوروبي يعطي لدوله واحده اخرى الحق باش انها تصايب الاوراق للمهاجرين، وايطاليا هي اول الدول اللي باغيه تصايب الاوراق للمهاجرين الخوت ودخلت مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي باش انهم يعطيوها الدعم الكافي باش تصايب الناس الوراق. ومثلا دابا حيت حنا عارفين اسبانيا كتصايب الناس الوراق علاش؟ حيت كتاخذ اموال طائله الخوت من الاتحاد الاوروبي هو اللي كيخلصها وكيمولها باش تقدر توفر الاوراق وتسهل على الناس يصايبوا وراقهم ويستقروا في اسبانيا وفي اوروبا قانونيا ويبقاو بالوريقات ديالهم. ايطاليا الان كتحاول تهضر على الناس باش يصايبوا الوريقات ديالهم، كتحاول تشوف كيفاش تحل هذه الازمه اللي كاينه في اسبانيا. وهذا الشيء علاش الخوت كاينه في البرلمان ديال ايطاليا ان شاء الله بداو كيتحاوروا على هذا الشيء باش يفتحوا الناس الاوراق ديالهم. وكل شيء دابا الخوت غادي يحاول يتجه الانظار ديالو لايطاليا ويبقى يبغي يمشي يستقر في ايطاليا باش يدير الوريقات ديالو. ولكن هذا الشيء الخوت راه ما جايش من فراغ، هذا الشيء جاي من الناس اللي كاينه في ايطاليا. الصراحه الناس اللي كيخدموا واللي ما كيديروش المشاكل بزاف. ايطاليا قاده بالشغل ديالها، ايطاليا ماشي بحال اسبانيا الخوت. اسبانيا هما واحد الشعب اللي يعني مسالم اكثر من القياس، واحد الشعب اللي تقدر اي حاجه تاثر فيهم. ولكن في الطاليان والشعب الايطالي متعايش مع الواقع، كيتعايش مع جميع الشعوب قادا براسهم. يعني واخا تبغي دير المشاكل ولا دير اي حاجه هو قاد بك والدوله قاده بك غدير لك اي حاجه الخوت باش يعني تنسجم معهم وتشد الطريق ديالك. ولا هذا الشيء الخوت خرج هذا القانون في هذا البرلمان هذا باقيين كيتشاوروا عليه الخوت ماشي يطبق 100%، ولكن كيتسناوها اسبانيا تسد على الناس الوراق وتبدا تهبط المهاجرين هي باش هي تفتح الابواب ديالها. والمهاجرين غاديين بطبيعه الحال غيمشيو للدوله اللي غادا تصايب لهم الوراق. اي دوله في اوروبا الخوت كتحاول انها تطرد المهاجرين وما تخليهمش واخا هي محتاجاهم على حساب السلم والامان ديال البلاد ديالها. ولكن كاينه ايطاليا واسبانيا والبرتغال كانوا محتاجين بزاف مهاجرين الخوت. علاش؟ حيت عندهم مناطق فلاحيه، عندهم الصناعه، عندهم بزاف ديال محتاج العمال واليد العامله الخوت باش يزيدوا لقدام. اي دوله هنا في اوروبا حاليا متفقه على ترحيل ديال المهاجرين الا ايطاليا الخوت بوحدها اللي كتحاول تفاوض مع الاتحاد الاوروبي باش يخليو مهاجرين عندها. احنا عارفين الخوت هذا الشيء ما مزيانش لينا، هذا الشيء يعني ما كيفرحش الخوت، حنا عارفين هذا الشيء. ولكن ضروري كتبقى دوله ولا جوج دول في الاتحاد الاوروبي كامل فاتحه الوراق. يعني ما عمرهم ما يتقطعوا الوراق الخوت. يعني اي واحد ما لقاش الوراق في اسبانيا الا سدت اسبانيا ما تعطيش الناس الوراق ضروري تفتح دوله واحده اخرى تفتح الاوراق ديالها ولا جوج دول يفتحوا الاوراق ديالهم. علاش الخوت؟ حيت كيتخلصوا فلوس صحيحه للمهاجرين. واش في اخباركم الخوت بلا ان انا واشخاص والناس بزاف بحالي مني دازوا من بلغاريا، الناس اللي كيدوزوا من بلغاريا وكيتشدوا في الكامب الخوت كيتشدوا في السينترو، واش عارف شحال كيتخلصوا عليهم؟ انا دزت من الكامب جلست فيه 15 يوم الخوت زائد 15 يوم وحده اخرى في كامب واحد اخر في بلغاريا بوحدها كيشبروا عليك من الاتحاد الاوروبي 20 مليون للشخص.
الاتحاد الاوروبي كيعطي للدوله 20 مليون لاي واحد اعتنت به في هذاك الكامب، ودارت له اعاده الادماج، وعاد عطاتو الورق باش يعيش تما في بلغاريا. بلغاريا ماشي كتجري عليك الخوت، بلغاريا كدوز لك واحد العقوبه ديال الاوراق، كتاخذ كدير لك بصمات، كدير لك المسائل ديالك، وكتقول لك دير اللجوء، يعني كتبقى تما التحر في بلغاريا مثلا، ولكن كتسهل لك باش تخرج من تما وتمشي ما تبقاش في بلغاريا. يعني هذه الربح ديالهم الخوت من المهاجرين. اي دوله بحال المغرب بحال اسبانيا، حنا حتى المغرب بيدو الخوت راه كيتخلص على المهاجرين دابا، هاد الكحال وهادو اللي كيجيو لنا المغرب راه كيتخلصوا عليهم بواحد المبلغ للشخص، كل شخص كيتحصى كيدخل لهاد البلاد غير قانوني. اوروبا كتخلصوا باش ما يطلقش هذوك الناس كامل، يطلقوهم الاتحاد الاوروبي يدخلوا كامل. وعاوتاني اسبانيا حيت جات هي في الباب، ضروري كتخلص من المهاجرين باش انها ما تخليهمش ثاني يكثروا الهيها، وما تخليهمش يمشيو لدول اخرى يديروا، يعني هما كيحافظوا على العرق ديالهم، ما كيبغيوش صداع بزاف، ما كيبغيوش المشاكل، كيخليو الدول اللي جاو في الطريق بحال البرتغال بحال المغرب بحال اسبانيا، هاد الدول هادو الخوت كاملين كيتخلصوا من المهاجرين. وعندك في الجهه ديال تركيا وكذا كاينه عاوتاني دول ديال البلقان اللي هما الاولين، كاينه اليونان وكاينه بلغاريا الخوت، هما اللي جاو كيدخلوا عليهم المهاجرين، هادوك حتى هما كيتخلصوا الخوت على هاد المهاجرين. ولهذا الخوت الخبر اللي دابا كيدور في البرلمان ديال ايطاليا هو انها باغيه تفاوض مع الاتحاد الاوروبي باش تولي تصايب الاوراق للمهاجرين وتسهل عليهم وتخليهم عندها. على هذا الشيء الخوت بغيت نقول لكم اي واحد كاينه في شي دوله يتعامل كأنها الدولة ديالو، يتعامل بطريقة زوينة ويعطي صورة زوينة الخوت للمغاربة. أي واحد الخوت، عفوا أي واحد الخوت كاينة في إسبانيا يحاول يغير العقلية ديالو. كنقولها ونعاودها، راه أحسن شعب هو الشعب الإسباني، أحسن دولة هي دولة إسبانيا في الأوراق في الانسجام في الكل. وخا تمشيو للطاليان وخا تمشيو أي حاجة راه ما تلقاوش بحال الشعب الإسباني، وما تلقاوش بحال الحياة في إسبانيا الخوت. وشوف هذه حقيقه ما يبغيها حتى شي واحد، بلا ما تقول لي الفلوس، بلا ما تقول لي حتى شي حاجه. الحكومه الاسبانيه كتبغي المهاجرين لواحد الدرجه اكثر من اي دوله كاينه في اوروبا. الشي الطاليان تقدر تطلق لك الورق من غدا تحبس عليك تبدا تهبط فيك، ما عندهاش الرحمه. اسبانيا الوحيده اللي عندهم الرحمه مع المهاجرين، ماشي كيلحقوا يهبطوهم الخوت. وتحياتي لكم، وحاولوا تكونوا رجال، حاولوا تكونوا بطريقه زوينه وتكونوا مزيانين الخوت، والله يسهل عليكم.